واليوم جايبت لكم تحلاية لبنانية مشهورة كتير وما بتتخيلوا يا جماعة قديه طيبة وقديه اقتصادية ومكوناتها كتير بسيطة. والأحلى من هذا كله إنها كانت جاهزة معاي ب5 دقايق بس. بصراحة لازم تجربوها، متأكدة كتير رح تحبوها. وقبل ما نبلش بوصفتنا الرهيبة لليوم، حابة أذكركم إني دائما بحاجة لدعمكم. بتمنى ما تبخلوا علي باللايك للفيديو. اللايك للفيديو كتير مهم، وأكيد المتابعة على الصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه. وكتير بحب أشوف تعليقاتكم الحلوة يلي دائما بترفع من معنوياتي. وهلأ يلا نبدأ. بصحن كبير رح أضيف كوبين من السميد الناعم، وعلى السميد رح أضيف كوبين من الطحين، وطبعا رح أستخدم نفس الكوب لكل المقادير. الكوب يلي استخدمته سعته 250 مل. رح أضيف معلقة كبيرة من اليانسون المطحون مع معلقة كبيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورح أحرك المكونات الجافة مع بعض كتير منيح. وهلأ رح أحضر المكونات السائلة. رح أحتاج لكوبين من السكر، ولو بتفضلوا تقللوا كمية السكر ممكن تضيفوا لعند 1.5 كوب مو أقل. رح أضيف على السكر كوبين من الحليب السائل، والحليب لازم يكون عندي دافي لحتى يدوب عندي السكر. طبعا لو مو متوفر حليب سائل بتضيفوا كوبين من المي، ولكل كوب من المي بضيف معلقتين كبار من الحليب الباودر. رح أنزل الخليط السائل على الخليط الجاف، ورح أحركهم مع بعض كتير منيح لحتى يتجانسوا عندي سوا. وهلأ رح أضيف الزيت، وبالنسبة لكمية الزيت رح أحتاج كوب بنزله بشكل تدريجي. أمر بالتحريك لحتى أتأكد إنه السكر اختلط عندي كتير منيح مع الخليط. وهلأ حابة أذكركم وأقولكم لو ما عملتوا لايك للفيديو بتمنى ما تنسوني من دعمكم. طبعا هلأ رح أقولكم عن السر يلي رح يخلي لونها من فوق كتير حلو. أول شي رح أجيب صينية مقاسها 30 سنتي، بدهن الصينية بمعلقة كبيرة من الطحينية وبنزل عليها خليط الصفوف. وبس أنزل الكمية كاملة بمسك الصينية وبدقها بالطاولة شوي صغيرة لحتى يتساوى عند السطح، وبنفس الوقت لحتى أطلع الهواء يلي موجود فيها. وهلأ كخطوة اختيارية رح أحط الصينية بالفريزر مدة نص ساعة لحتى تسهل علي تشكيلها. أكيد بتقدروا تستغنوا عن هاي الخطوة ومباشرة تحطوا المكسرات عليها وتدخلوها الفرن. مثل ما شفتوا بعد ما طلعتها من الفريزر بعد نص ساعة علمتها بهذا الشكل بشكل مربعات. وهلأ رح أدهنها بشوية من القطر، والقطر هون هو يلي رح يخلي عندي لونها كتير حلو. بعد ما دهنتها بشوية من القطر زينتها باللوز. بتقدروا تزينوها بأي نوع مكسرات متوفر عندكم. دخلتها على فرن محمى قبل بوقت على درجة حرارة 180 على الرف الوسط لمدة تقريبا 35 دقيقة. ممكن تاخد أكتر أو أقل حسب نوع الفرن. اختبروها بعود خشبي، ولو طلع العود ناشف بتكون تمام. أول ما تطلع بدهنها كمان بشوية من القطر وبتركها لحتى تبرد تماما، وبعد هيك برجع بقطعها وبقدمها. وصفة كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. خبروني قد ايه بتعطوا هالفيديو من 10، وصحتين وعافية مقدما.